اليوم احنا استمتعنا بمحاضرة الدكتور سيف جنان اللي هو كانت عن الإبداع وإبداع خارج الصندوق. حقيقة هذا الموضوع هو كان موضوع يعني جدا مهم، واستمتعنا جدا بهذا الموضوع، وخاصة الإبداع، لأنه الإبداع احنا مثل ما دائما نعرف بأنه الإبداع هو يعني الله يضعه فينا في قلبنا في قلب الإنسان، وهذا الإبداع هو دعوة الإنسان. يعني الإنسان يبدع لما يعيش إنسانيته بشكل صحيح، وخاصة يبدع لما مثل ما قال الدكتور سيف بأنه لما يكون متواصل متصل بروح الله، متصل بالطاقة الإيجابية اللي مخليها الله بينا. ولهذا كانت أكيد محاضرة رائعة، ويعني إحنا تتناغم هاي المحاضرة مع عمل الأكاديمية، أكاديمية بغداد للعلوم الإنسانية، اللي هو عملها الأساسي هو من أجل إعادة بناء القيم الإنسانية والثقافية والفكرية، وهذا هو اللي أكيد يجمع يعني. ولهذا احنا كأكاديمية نحن جدا سعيدين بأنه أن نستقبل هكذا محاضرات، لأنه هي فعلا محاضرات تتناغم وتتماشى مع روحانية هذه الأكاديمية. بداها يوم شبثة، بداها خباطة بريشة بقرو الديوان أوقاف تمشي خاي وزدناي وصابئة إلى شوشاطة خاتا بلاخخ لديوميومة من منظمة دكتور سيف جنان أبزة من أكاديمية بغداد للعلوم الإنسانية بلاخي ومغذا كل ديوميومة قد مقروخ منهرتا بش روختا قابنونا وبناتا قاخنواتا يالي جوانقي وخاماتا باس الداخل ممكن اديوما تخمنت تخمنتا هو برشتا من تخمنتا عياديتا دخ ممكن اديو هاود بش منتيانا بتخمنتو خلها ناشي اتيوم خمورت له واتي لو اذا من دي خاتا فهذا خود لنا شوشاطة بيشقلتها من دكتور سيف جنان كد آون إلى خا برصوفة مهيرة بيولت تدخل تهارت ملوئة وهموني وين بتهاوي خا شوشاطة منتية وهموني وقت لها وأختي وشوشاطة خرايا إنا بهوين راب شوشاطة خينة المقويثة داها أرخت تخبنتا خدت إيتن إديوميوم كل دنيا جواجلة وبخيلت على هو يا خامنتيتا قا كل أن بشوتبي ديلا بشوتوبي وبيتايو بشمايل ده حملوه. بداية نشكر الدكتور سيف جان على هذه المحاضرة القيمة والمبدعة. طبعا إضافة إلى ذلك هي محاضرة مشوقة، أكون انفعال مع ما يطرحه من معلومات حول التفكير. فإحنا كديوان قمنا باختيار هذا الموضوع من أجل تطوير الفكر والفكر الفلسفي، وأيضا الإبداع بالفكر، زيادة الفكر الإبداعي، حتى لا يكون النطاق الموظف فقط ضمن تخصصه، بل يكون له محاولة التفكير في كل ما يدور حوله من معلومات، وأيضا زيادة تفكيره بالتطور العلمي الحديث. فاخترنا اليوم أن يكون الدكتور سيف جان بإلقاء هذه المحاضرة وبحضور قسم من موظفي الديوان، والحمد لله كانت محاضرة موفقة ومشيقة.